السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال تانية ثانوي، الفيديو المنتظر، فيديو مراجعة اللي احنا خدناه حتى الآن، فيديو مراجعة كل كلمة بالتفصيل الممل اللي قلناها حتى الآن في الجبر وفي التفاضل وفي حساب المثلثات. ممكن الفيديو ده يكون وان شوت أو ممكن يتقسم على 3 أجزاء، فيديو للجبر وفيديو لحساب المثلثات وفيديو للتفاضل بمشيئة الله. ركز معايا في كل تفصيلة هقولها النهارده، تفصيلات مهمة جدا 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 في منهجك. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بينا نشوف. منهجنا بيبدأ يا شباب بيعرفني أول حاجة الفرق بين الدالة والعلاقة، وهل العلاقة دي بتمثل دالة ولا لا تمثل دالة. فقال لي بص يا عم مصطفى، أولا لو أنت عندك الصاد مثلا بتساوي س تربيع زائد 4، قال لي إمتى تكون العلاقة دي دالة يا شباب؟ قال لي العلاقة دي تمثل دالة لو كل عنصر من عناصر س يقابله عنصر واحد فقط من عناصر صاد. بمعنى إيه؟ إن أنا لو عوضت عن السين برقم يطلع لي قيمة واحدة بس لصاد. فتعالى كده نجرب مثلا نعوض عن السين بواحد. عند السين بواحد يبقى الصاد بكام؟ 1 تربيع زائد 4 يعني 5. يبقى عند السين بواحد الصاد بكام يا شباب؟ الصاد ب5. يبقى لما السين كانت برقم الصاد بكام؟ طلعت برقم واحد بس. عكس دي اقول لك صاد تربيع بتساوي س زائد 3، اقول لك عوض عن السين بواحد، تقول لي هندسه صاد تربيع 1 زائد 3 ب4. إذا الصاد بموجب أو سالب 2. إذا لما السين بواحد الصاد بقت بكام؟ بموجب أو سالب 2، يعني الصاد بقى ليها قيمتين. لما السين كان ليها قيمة واحدة بس الصاد بقى ليها قيمتين. إذا دي ليست دالة، أقدر أقول عليها ليست دالة. أما دي أقول له طالما السين لما عوضت عنها برقم الصاد طلعت برقم واحد يبقى دالة. يا هندسة طب إيه المختصر بقى بتاعها؟ أقول لك أنا المختصر بتاعها، لو صاد الأس بتاعها فردي يبقى دالة. طب لو صاد الأس بتاعها زوجي يبقى ليست دالة. ركز معايا بقى، يبقى لو صاد هنمسح ليست دالة. لو صاد الأس بتاعها فردي يبقى دالة، لو صاد الأس بتاعها زوجي ليست دالة. ماشي يا هندسة خلاص فهمنا. أول ما هشوف صاد أس عدد فردي دالة، طب لو صاد أس عدد زوجي ليست دالة، وهنحل عليها دلوقتي. قال لك طب ما أنا أقدر أعبر عن الدالة ولا بالمخطط السهمي. يعني ايه هندسه بالمخطط السهمي؟ قال لي مثلا لما اجي اكتبه لك كده في اعدادي اقول لك ده بواحد، ده باثنين، ده بثلاثه، وده مثلا بألف وب وجيم ودال. بص يا هندسه، طول ما بيخرج من العنصر بتاع س ده كده س وده صاد، طول ما بيخرج من العنصر بتاع س سهم واحد فقط، سهم واحد فقط، يبقى دي داله. بمعنى ايه؟ لو انا جيت عملت كده ده خارج منه سهم وده خارج منه سهم وده خارج منه سهم، دي دالة ولا مش دالة؟ كل عنصر من عناصر س يقابله عنصر واحد فقط من عناصر ص. اقول له اذا دي دالة. قال لي طب لو كده يا هندسه بص كده ركز معايا وهنحل على الكلام ده دلوقتي، هنفتح كتاب التدريبات ونحل عليه. 1 2 3 أ ب ج د. قال لك أ ده خرج منه سهم، اما 2 خرج منه كام سهم؟ سهمين. مبدئيا يا هندسه طالما الاثنين خرج منها سهمين، عنصر من س خرج منه سهمين يبقى ليست دالة. طالما عنصر من عناصر س خرج منه سهمين يبقى يا شباب ليست دالة. ليست ايه يا اخوانا؟ ليست دالة. وكنت بقدر اعرفها عن طريق الرسم البياني. قال لي يا هندسه لو انت عندك رسم بياني بالشكل ده، عندك دالة بالشكل ده، او عندك رسمه بالشكل ده، وهنحل عليها برضو دلوقتي اهو، عايز اعرف دي دالة ولا مش دالة. ولو عندك حاجه بالشكل ده عايز اعرف دي دالة ولا مش دالة. يلا يا هندسه كنا بنعمل فيها في الحصه، قال لك دي بنعرفها عن طريق حاجه اسمها اختبار الخط الرأسي. يبقى احنا اول حاجه خدناها لو اداني علاقه جبريه، لو صاد اس عدد زوجي ليست دالة، صاد اس عدد فردي دالة. المخطط السهمي لو السين خارج منها سهم واحد، كل عنصر من عناصر السين خارج منه سهم واحد دالة. طب لو خارج منه سهمين او اكتر ليست دالة. طب ازاي اجيبها عن طريق الرسم البياني؟ قال لي عن طريق حاجه هندسه اسمها الخط الرأسي، اختبار الخط الرأسي. ده بعمل فيه ده، قال لك بتيجي كده في اي حته تشد خط رأسي. هو الخط الرأسي قطع الداله الصفراء دي في كام نقطه؟ قطعها في نقطه واحده يا هندسه. ده قطع في نقطه واحده وده قطع في نقطه واحده. قال لك طالما قطع في نقطه واحده يبقى داله. طب هنا ده قطع هنا يا هندسه وقطع هنا، طالما قطع في اكتر من نقطه يبقى ليست داله. يبقى لو قطع في نقطه واحده داله،
قطع في اكثر من نقطه ليست داله. حلو قوي يا هندسه، جميل قوي يا هندسه. تعال نشوف هنحل على الكلام ده ازاي. تعالى كده، تعالى بقى نشوف الاسئله عندنا بتقول ايه. السؤال الاولاني بيقول اي المخططات السهميه الاتيه يمثل داله. قلت له تعالى نشوف الاولاني يا هندسه. الاولاني ده الثلاثه خارج منها سهم، 2 3 4 5 ليست داله وش. طالما خارج منها اكثر من سهم ليست داله. طب ده يا هندسه الواحد خارج منه سهم، والاثنين خارج منه سهم، والاربعه خارج منها سهم، بس الثلاثه مش خارج منها سهم، يبقى ليست داله. تعالى يا هندسه الواحد خارج منه سهم، اما الاثنين خارج منها سهمين، يبقى ليست داله. تعالى بقى هنا الواحد خارج منها سهم واحد، والاثنين خارج منها سهم واحد، والثلاثه خارج منها سهم واحد، والاربعه خارج منها سهم واحد. اقول له اذا هي دي الاجابه الصحيحه، دي اللي بتمثل داله، دي اللي بتمثل يا اخوانا، دي اللي بتمثل داله. اللي بعديه العلاقه المبينه بمجموعه الازواج المرتبه والتي لا تمثل داله. عارف يعني ايه لا تمثل داله؟ لما يدلك على هيئه ازواج مرتبه يعني في عنصر هيظهر في السين مرتين، كده مش داله. دي الواحد ظهر مره اهو، والثلاثه ظهرت مره، والخمسه ظهرت مره، والسبعه ظهرت مره، دي داله. اما دي هندسه ده الاثنين ظهرت مرتين في السينات، الاثنين ظهرت مرتين، يعني لما اعوض عن السين باثنين الصاد طلع باربعه وواحد، يبقى دي ليست داله. وهو بيسالني على دي العلاقه المبينه بمجموعه الازواج المرتبه والتي لا تمثل داله. اقول له دي يا باشا، دي لا تمثل. اما دي فدي بتمثل داله. الصفر ظهر مره واحده، الواحد ظهر مره واحده، الاثنين ظهر مره واحده، الثلاثه ظهرت مره واحده. اما دي السالب 3 ظهرت مره واحده، السالب 1 ظهر مره واحده، الصفر ظهر مره واحده، الاثنين ظهرت مره واحده. اما دي ليه مش داله؟ اللي فوق دي مش داله عشان الاثنين ظهرت مرتين، في عنصر من عناصر س ظهر كم مره؟ مرتين، فليست داله. هنا بيقول لك ايه؟ اذا كانت دال من ح الى ح وكانت دال تربط العدد بثلث مربعه مضافا اليه 2. هنا بيقول لك اوجد انت العلاقه. السؤال ده زي ده ما بيجيش في الامتحان، بس تعالى نجيبها. ولا مش دال س تربط العدد بثلث مربعه، ثلث مربعه يعني س تربيع مضافا اليه 2، يبقى تلت س تربيع زائد 2. عايز انت ايه بقى؟ عايز دال 3، يعني شيل السين وعوض عنها ب3. اقول له يبقى بتساوي تلت في 3 تربيع يعني 9 زائد تطلع معايا ب5. ما بيجيش قوي في الامتحان. تعالى كده ناخد اللي احنا عايزينه. انا عايز احل معاك ده، مش هناخد كل الاسئله طبعا يا رجاله، هناخد الاسئله المهمه اللي احنا محتاجينها. انا عايز سؤال، انهي سؤال ده هنجيله بعدين. انا عايز السؤال ده. هنا بيقول لك انا عايز دال 3، يعني هندسه قال لك ان ال3 ينفع تعوض بيها طالما جايبها لك هنا. تعالى عشان دي تبقى دال 3، يعني اللي جوه القوس ده يبقى اسمه 3، لازم السين تبقى بكام؟ يقول لي 1 زائد 2 يديني 3. اقول له خلاص عشان دي يبقى اسمها دال 3 عوض عن السين ب1، عوض عن س ب1. يلا يا باشا لما اعوض عن السين ب1 يبقى دال 1 زائد 2 بتساوي 3، شيل السين واكتب 1، يعني دال 1 زائد 2 3، 3 في 1 ب3 زائد 1 ب4، يبقى دال 3 بكام؟ ب4. اذا يا شباب دال 3 يعني انا عايز اللي بين القوسين دول يبقى اسمهم 3. كام زائد 2 يديني 3؟ 1 زائد 2 يديني 3. اقول له هندسه يبقى عوض عن السين ب1، شيل السين واكتب 1، وهنا برضو شيل السين واكتب 1. تعالى بص بقى، بيقول لك اذا كانت ر ودال كثيرات حدود. الفكره دي مهمه جدا. لما اقول لك دال س بتساوي ر س، بص يا حبايبي، لما اقول لك دال س بتساوي ر س، اذا معامل السين تربيع اللي هو الف بيساوي الف، معامل السين تربيع بيساوي معامل السين تربيع، يعني الرقم اللي قصاد السين تربيع بيساوي الرقم اللي قصاد السين تربيع، والرقم اللي قصاد السين بيساوي الرقم اللي قصاد السين، والحد المطلق بيساوي الحد المطلق، والحد المطلق بيساوي يا شباب الحد المطلق. طب عظيم جدا. هنا انا هندسه عايز اجيب المعاملات دي. قلت له اولا يا سيدي تعالى نظبط الداله دي، نفك القوس تربيع. الف س لما اجي اربعها ده قوس لكل تربيع، يعني المربع الاول مربع الثاني، الاول في الثاني في 2. مربع الاول بألف تربيع س تربيع، مربع الثاني ب 25. طب الاول في الثاني في 2، ألف س في 5 ب5 ألف س في 2 ب10 ألف س. ماشي يا هندسه. قال لك طب دي محتاجه تظبيط؟ قال لك لا دي مش محتاجه تظبيط.
يلا يا هندسه، مش انت بتقول ان دي بتساوي دي؟ قلت له اه. قال لي طب تعالى بلون تاني كده بعد اذنك. قول لي يلا يا هندسه، يبقى معامل السين تربيع، يعني الرقم اللي قصاد السين تربيع بيساوي الرقم اللي قصاد السين تربيع. اقول له يعني الف تربيع بتساوي 9؟ قال لي اه الف تربيع بتساوي 9. قلت له تمام. والرقم اللي قصاد السين اللي هو 10000 بيساوي الرقم اللي قدام السين اللي هو 30. طب ما تجرب تقسم هنا كده على 10 واقسم هنا على 10، يبقى الالف بكام؟ ب3. ماشي يا هندسه. طب بعد اذنك يا هندسه، الحد المطلق بيساوي الحد المطلق، يعني 25 بتساوي ج ناقص 4. ج ناقص 4 ب 25، ودي بعكس الاشاره، يبقى الج ب 25 زائد 4 يعني ب9 وكام؟ 29. اذا الج ب 29 والالف بكام يا شباب؟ والالف ب3. هو عايز الف وعايز ج. طب يلا يا هندسه صلي بقى على النبي، تعالى نرجع للجزئيه اللي فاتت ونكمل شرح فيها. بص بقى يا حبيب قلبي، قال لك عندك جزئيه مهمه جدا وده الجزء الاهم في الفيديو، بيقول لك انا عايز احدد المجال. قلنا يعني ايه المجال؟ المجال هو قيم س المسموح التعويض بها في الداله. يعني هي شويه ارقام ينفع اعوض بها في الداله فيطلع لي ناتج. يطلع لي ايه؟ يطلع لي ناتج. طب يا هندسه انا عندي كام نوع من انواع الدوال؟ قال لك اول نوع من انواع الدوال الدوال كثيره او كثيرات الحدود. يعني ايه داله كثيره حدود؟ قال لك الداله كثيره الحدود دي داله ما فيهاش ولا كسر، يعني السين مش في المقام، ولا جذر. اي داله ما فيهاش سين في المقام ولا جذر، اي داله ما فيهاش سين في المقام ولا جذر اسمها داله كثيره الحدود. زي مثلا لما اجي اقول لك د س بتساوي س تربيع زائد 4. د س بتساوي س أس 3 زائد 4 س تربيع زائد 5. د س بتساوي س أس 3 س أس 3 زائد س تربيع على 5. لما اجي اقول لك د س بتساوي 7. د س بتساوي 10 س زائد 4. بص يا هندسه، مش دي داله كثيره حدود؟ اه داله كثيره حدود. عرفت منين؟ ما فيهاش ولا كسر، يعني السين مش في المقام، ولا جذر، يبقى داله كثيره الحدود. قال لك انا بوفر عليك بقى. الداله كثيره الحدود دايما يا شباب المجال بتاعها بح. يعني ايه المجال بتاعها بح؟ مسموح لي اشيل اي رقم من س واكتب ح. يبقى اي داله كثيره الحدود زي ما انت شايف ما فيهاش ولا كسر، يعني السين مش في المقام، ولا جذر، المجال بتاعها بكام؟ المجال بتاعها بح. يعني هندسه دي المجال بتاعها بح؟ قلت لك اه. طب ليه هندسه المجال بتاعها بح مع ان فيها كسر؟ حبيب قلبي في سين في المقام؟ لا، طالما ما فيش سين في المقام يبقى دي داله كثيره حدود، لان الشكل ده ممكن يتحول يبقى كده، يبقى خمس س تكعيب زائد خمس س تربيع. ما فيش سين في المقام يا هندسه مش مهم، يبقى المجال ايه يا شباب؟ المجال ح. عظيم جدا يا هندسه. ودي كمان المجال ح، ودي كمان المجال ح. الا لو قال لك الداله دي معرفه على فتره معينه. يعني ايه؟ يعني هو حدد لك المجال. يعني ايه حدد لي المجال؟ زي كده يقول لك بص د س بتساوي س تربيع زائد 4. داله كثيره حدود يا هندسه مجالها ح. بس يجي في السؤال يقول لك ايه؟ حيث س تنتمي من -5 لموجب 5. كده المجال مش ح، كده المجال معاك من -5 لموجب 5. يبقى دايما الداله كثيره الحدود مجالها ح، الا لو حدد لك المجال. الا لو حدد لك ايه؟ الا لو حدد لك المجال بالشكل ده، قال لك س بتنتمي من -5 لموجب 5، ساعتها هو ده المجال، ساعتها هو ده يا شباب. طب بص واحده كمان كده، اجي اقول لك د س، اقول لك د س تساوي 5 س زائد 4. داله كثيره حدود مجالها ح يا هندسه. بس يقول لك حيث س تنتمي من -2 مثلا ل1، هو ده المجال، هو ده المجال بتاعك. يبقى لو قال لك المجال خد المجال اللي هو مديهولك. طب لو ما قاليش يا هندسه، قال لك يبقى المجال ح. طب تاني نوع من انواع الدوال قال لك الداله الكسريه. الداله الكسريه من اسمها يا هندسه يعني فيها كسر. في س في المقام يا هندسه، مظبوط، من اسمها يعني في س في المقام. داله كسريه يعني في س في المقام. قال لك دي المجال بتاعها سهل جدا، ح ما عدا اصفار المقام. ح ما عدا اصفار المقام. مشكلتي كلها يا هندسه يعني ايه اصفار مقام؟ قال لك اصفار المقام هي القيم التي تجعل السين بصفر.
اقول له اصفار المقام القيم التي تجعل السين بصفر. يعني احسبها ازاي دي يا هندسه؟ تقول لي المقام بيساوي صفر. لما تعوز تحسب اصفار المقام يبقى المقام ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. هي دي اصفار المقام. ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. هي دي اصفار الايه؟ المقام. زي مثلا ما اجي اقول لك حاجه زي كده. بص يا هندسه، ده س تساوي 5 على س ناقص 4. اقول لك ده س 7 على س زائد 2. اقول لك ده س ب 8 او ب س زائد 4 على 5 او على 10 س ناقص 5. اقول لك ده س بمثلا 4 على س تربيع ناقص 25. اقول لك ده س مثلا بس زائد 4 قصدي مش 20 على س تربيع ناقص 5 س زائد 6. اقول لك ده س بس نص مسافه. اقول لك ده س بس على س تربيع زائد 25. اجي اقول لك اللي بعده. اجي اقول لك د س ب5 على س تربيع زائد 36. د س 7 على 6 كام ناقص 1. ماشي يا هندسه. د س 8 على س تربيع زائد س زائد 1. يلا يا هندسه تعالى نشوف كده الصفحه اللي قبلها بتقول ايه. هنا بقول لك يا هندسه الداله اللي قدامك دي المجال بتاعها عباره عن ايه؟ اقول له دي داله كسريه، وطالما داله كسريه يبقى ح مع عدا اصفار المقام. ح مع عدا اصفار المقام. انا بس كنت عايز اعمل ايه؟ فين السلكت؟ ده كده بس اهو. يلا يا هندسه دي داله كسريه يا هندسه مش كده؟ داله كسريه يا هندسه. عرفت منين؟ في س في المقام. المجال بتاعها عباره عن ايه؟ ح مع عدا اصفار المقام. ح مع عدا اصفار المقام. ازاي بجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. يلا يا هندسه يلا نجيب اصفار المقام. س ناقص 4. تعالى نغير بس اللون عشان ما تلخبطش اهو. اقول له يلا نجيب اصفار المقام. س ناقص 4 بيساوي صفر. ودي بعكس الاشاره يعني الس ب4. يبقى المجال عباره عن ايه؟ ح مع عدا الاربعه. ح مع عدا ايه يا اخوانا؟ ح مع عدا الاربعه. طب هنا قال لي يا هندسه برضه داله كسريه عشان في س في المقام. يبقى ح مع عدا اصفار المقام. ح مع عدا اصفار المقام. ازاي بجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر. ساوي المقام بصفر اهو. وهات قيمه س. ودي بعكس الاشاره يبقى 10 س بتساوي 5. اقسم على 10 يعني الس بنص. 5 على 10 فيها النص. يبقى ح ما عدا النص. ح ما عدا ليه؟ ده كده معناه انك ينفع تعوض في الداله دي باي رقم ما عدا كام؟ ما عدا النص. ينفع اعوض باي رقم ما عدا كام؟ ما عدا النص. طب دي يلا يا هندسه برضه كذلك يا هندسه. دي داله كسريه يعني في س في المقام. اقول له ح ما عدا اصفار المقام. هات لي اصفار المقام. ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. طب يلا يا هندسه. ده ما يتنقلش يطلع فوق. طب يلا ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. حل الهندسه. يلا يا شباب س تربيع س وس. عايز عددين حصل ضربهم 6 ومجموعهم 5. اقول له 2 في 3. وطالما ده موجب الاثنين ياخدوا زي اللي في النص. يبقى يا اما س ناقص 2 بصفر. تعالوا نعملها هنا كده. س ناقص 2 بصفر. يا اما س ناقص 3 هي اللي بصفر. ودي بعكس الاشاره يعني الس ب2. ودي بعكس الاشاره يعني الس بكام؟ ب3. اقول له يبقى المجال ح ما عدا الاثنين والثلاثه. ح ما عدا الاثنين والثلاثه. طب دي يلا ده اللي هي هندسه داله كسريه. اقول له يبقى ح ما عدا اصفار المقام. هات لي اصفار المقام. ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. الس بسالب 2. يبقى ح ما عدا السالب 2. يبقى انا ينفع اعوض باي رقم ما عدا كام؟ ما عدا السالب 2. باشا بيرك طبعا يكون بيفصل. لا مش تمام انا سامع. ماشي بس طلع في الفيديو خلاص. تمام يعني؟ هو ايه اللي طلع في الفيديو؟ صوتك. انا ما عملتش حاجه. مش فاهمني.
يا ابني انا متاكد منك انه شغال. احسن نفصل بس. ماشي شغال يا باشا. هنا دي داله كسريه. اصل احنا يا جماعه الحمد لله يعني بنعاني. اللهم لك الحمد كده في حد بص لكم في الفيديو ده. كل ما نيجي نعمل حاجه في حاجه تحصل الحمد لله. هنا كسريه ولا مش كسريه؟ كسريه. يا هندسه كسريه. وبعدين يا هندسه اقول له يا باشا يبقى المجال ح ما عدا اصفار المقام. ازاي اجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر، هات قيمه س ودي بعكس الاشاره. س تربيع ب 25 يبقى السين اوعى تنسى موجب او سالب 5. س تربيع ب 25 يبقى السين بكام؟ بموجب او سالب 5. يبقى ح ما عدا الخمسه والسالب 5. طب دي كسريه يا هندسه. برافو عليك. طب يلا ح ما عدا اصفار المقام. قول لي يلا يا هندسه. ح ما عدا اصفار المقام. ازاي اجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات قيمه س ودي بعكس الاشاره. يبقى س تربيع ناقص 25 او بيساوي سالب 25 سوري. لما اودي بعكس الاشاره اهي س تربيع بسالب 25. يا هندسه هو ينفع س تربيع تطلع برقم سالب؟ اصلك لو خدت الجذر التربيعي للطرفين مفيش جذر للعدد سالب. قول لي ستوب بقى. يعني السين مش هيطلع لها رقم؟ مش هيطلع لها رقم. ما هو س تربيع برقم سالب، س تربيع عمرها ما تطلع رقم سالب. طب ايه الحل كده يا هندسه؟ الحل ان مفيش اصفار مقام. وطالما مفيش اصفار مقام يبقى المجال عباره عن ح بس. يعني ايه يا هندسه؟ قال لك اقول لك انا يعني ايه؟ تعالى اقول لك في ملحوظه لوحدها كده عشان كان المثال بتاعك س على س تربيع زائد 25. بص يا حبيب قلبي دي داله كسريه صح؟ فانت بتقول لي ح ما عدا اصفار مقام. المقام ده يتحلل؟ لا ما يتحللش يا هندسه، ده موجب. بص انت في بالك دلوقتي تقول لي س تربيع ناقص 25 بفتح قوسين. حبيب قلبي ده سالب. ده فرق بين مربعين يتحلل، اما ده مجموع مربعين ما يتحللش. طالما المقام ما بيتحللش يبقى المجال عباره عن ايه؟ ح بس، لا يوجد اصفار مقام. اقول له بص بقى كده يا سيدي معايا. س على س تربيع زائد رقم س تربيع زائد رقم. يبقى المجال عباره عن ايه؟ ح فقط. محدش يقول لي ح ما عدا اصفار المقام. محدش يقول ح ما عدا اصفار المقام. يبقى لو المقام ما بيتحللش يبقى المجال عباره عن ايه؟ ح بس. زي دي مثلا يا حبيب قلبي. زي فين اهي مش موجوده. راحت فين؟ راح فين زمن الشقاوة ده؟ فين يا ابني؟ اهي دي. يلا يا هندسه داله كسريه بس المقام ما بيتحللش. ليه؟ لانه س تربيع زائد رقم. يبقى المجال عباره عن ايه؟ عن ح. مش محتاجه حاجه يا باشا. داله كسريه يعني في س في المقام. اسال نفسك سؤال، المقام بيتحلل؟ يبقى في اصفار مقام. يبقى ح ما عدا اصفار المقام. طب المقام ما بيتحللش، اعرف منين يتحلل ولا ما بيتحللش؟ يا ابني لما تلاقي س تربيع زائد رقم عمرها ما بتتحلل. فاقول له يبقى المجال عباره عن ح. طب تعالى دي هندسه ح ما عدا اصفار المقام. ازاي اجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات قيمه س ودي بعكس الاشاره. س تكعيب بيساوي 1. يبقى السين خد الجذر التكعيبي للطرفين. جذر التكعيبي الواحد بكام؟ ب1. س تكعيب بيساوي 1 يبقى السين بتساوي 1. يبقى ح ما عدا كام؟ ح ما عدا الواحد. ماشي يا هندسه. تعالى هنا ح ما عدا اصفار المقام. ليه؟ عشان داله كسريه. ده يتحلل بالله عليك. يتحلل لا ده ما يتحللش. هل في عددين حصل ضربهم واحد مجموعهم واحد؟ لا. طالما المقام ما بيتحللش يبقى المجال عباره عن ايه؟ ح. طالما المقام ما بيتحللش يبقى ما فيش اصفار مقام. وطالما ما فيش اصفار مقام يبقى المجال عباره عن ايه؟ عباره عن ح. المجال عباره عن ايه؟ عباره عن ح. خش على اللي بعده. ركز يا اخي في الله. قال لك الداله الجذريه دي ليها قصه. صلى على النبي. هلخصها لك. الداله الجذريه دي هنا في حاجه اسمها رتبه الجذر او الدليل. وهنا في داله س. بص يا سيدي دي يا اما موجوده في البسط. الجذر ده يا اما يكون موجود في البسط يا اما الجذر ده يكون موجود في المقام. يا هندسه لو الجذر موجود في البسط اعمل ايه؟ قال لك لا، لو الجذر ده موجود في البسط في حاجتين. بتبص لي على النون. لو النون تعالى كده نظبطها. لو الجذر موجود في البسط ببص على النون.
لو النون فردي عدد فردي يبقى المجال ح. طب لو النون عدد زوجي يبقى المجال ما تحت الجذر اكبر من او يساوي صفر. حبيب قلبي طالما الجذر ده زوجي، هنا مثلا 2 جذر تربيعي، لازم اللي تحت الجذر ده يا يكون رقم موجب عشان يطلع ناتج، يا يكون بصفر عشان يطلع ناتج. ما ينفعش يكون بسالب. هل في جذر العدد سالب جذر تربيعي العدد سالب؟ لا. اذا طيب كده بتمسح كده، ايوه كده. اذا يا شباب يقول لي ايه؟ يبقى لو الجذر ده في البسط ابص على النون، هل النون فردي ولا زوجي؟ طب لو النون فردي يبقى المجال ح. طب لو النون زوجي يبقى ما تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. خد بالك كل نص ساعه بيفصل. عندنا نص ساعه. طب تمام، نشرح الحته دي وبعد كده نركز تاني. ماشي يا هندسه، ده البسط. طب لو في المقام بص على النون، ابص على النون ماشي. قال لك لو فردي يبقى المجال ح ما عدا اصفار المقام، ح ما عدا اصفار المقام اهو. طب لو في البسط او لو زوجي سوري، لو في المقام والجذر عليه عدد زوجي هنا، قال لك ساعتها بقول ما تحت الجذر اكبر من الصفر بس، اكبر من الصفر بس. الشكل ده ملخص مهم جدا جدا جدا. والدرس اللي جاي بقى او كمان شويه هناخد طب لو جذر على جذر، وبعدها هناخد لو عندي جذر وجواه بسط ومقام اعمل ايه. فدي مهمه. او جذر هنكتبها بالشكل ده اهو، جذر على جذر. ثبت لي دول الاول لما اكون موجوده في البسط بس، ولما اكون موجوده في المقام بس، وكمان شويه ناخد دول عشان دول افكار معليه شويه. ماشي يا هندسه، فهمت. تيجي نحل. خش يا سيدي على الاسئله. بيقول لك ايه؟ جميع العلاقات الاتيه تكون فيها صاد داله في س، كلهم داله ما عدا واحده. تقول يا ريس صاد اس عدد فردي داله، صاد اس عدد فردي داله، صاد اس عدد زوجي ليست داله. يبقى الاختيار هي دي اللي ليست داله. وهنا صاد اس عدد فردي يبقى داله برضه. اذا دي داله ودي داله ودي داله عشان صاد اس عدد فردي، اما دي ليست داله. يبقى جميع العلاقات التي تكون فيها صاد داله في س ما عدا دي بس اللي مش داله. يبقى الاختيار هيبقى ده. في جميع العلاقات التاليه تكون صاد داله ما عدا. قلت له فين الصاد اس عدد زوجي؟ اهي. يبقى دي كده ليست داله. د س بيساوي 3 باشا، د س بيساوي 3. في س في المقام؟ لا. في جذر؟ لا. يبقى كسرة حدود مجالها ايه؟ ح. ما عليك. مجال الداله دي مش دي داله كسريه؟ يا هندسه. س زائد 2 على س زائد 2 اهو، على س ناقص 2. هندسه اقول له يبقى المجال ح ما عدا اصفار المقام، ح ما عدا اصفار المقام. ازاي بجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. اقول له اما الاول بصفر يا اما الثاني بصفر، ودي بعكس الاشاره الاقي س بسالب 2، ودي بعكس الاشاره الاقي س ب2. يبقى ح ما عدا سالب 2 و2، ح ما عدا سالب 2 و2. فينها اهي ليه د. طب اللي بعدها يا هندسه س تربيع زائد 25، س تربيع زائد 25 على س تربيع اهو، على س تربيع زائد 2 س. يلا يا هندسه. اولا يا هندسه داله كسريه ولا مش كسريه؟ كسريه يا هندسه. يبقى ح ما عدا اصفار المقام، ح ما عدا اصفار المقام. ازاي بجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات قيمه س. اخد ايه عامل مشترك؟ في ايه عامل مشترك؟ السين عامل مشترك. س تربيع على س 2 س على س ب2 بيساوي صفر. اقول له يا اما الاول بيساوي صفر يا اما الثاني بيساوي صفر. ودي بعكس الاشاره، يعني الس بكام؟ بسالب 2. هندسه يبقى الس بصفر او الس بسالب 2 صح؟ يبقى ح ما عدا الصفر والسالب 2. ح ما عدا الصفر والسالب 2 فين؟ اهي. اللي بعده هنا بيقول لي د س 3 س زائد 1 على س ناقص 1. د س 3 س زائد 1 على س ناقص 1. هندسه كسريه ولا مش كسريه؟ في س في المقام يبقى كسريه. ح ما عدا اصفار المقام.
ازاي يبقى اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات قيمه س، يعني الس بكام؟ بواحد، يعني ح مع عدد واحد. طب يلا يا هندسه، دي كده ح مع عدد واحد، ح مع عدد واحد اللي هي د. حل معايا بقى، حل معايا. قال لك اذا كانت د مجالها ح، د مجالها ح، وقال لك د س تربط كل عدد حقيقي بنفسه. حبيب قلبي بص بص بص، هو انت لو عندك صاد بتساوي س، مش لما الس بواحد الصاد هتبقى بواحد؟ طب لما الس باتنين الصاد باتنين؟ طب لما الس بتلاته هيطلع الصاد بتلاته؟ طب لما الس باربعه هيطلع الصاد بكام؟ قال لك كده الداله دي بتربط كل عدد صحيح بنفسه. طب يا هندسه انا عايز، ما هو د س دي اسمها صاد يا هندسه، انا عايز دي كلها يبقى اسمها س. طب عشان دي يبقى اسمها س لازم معامل السين، بص بص، عشان دي يبقى اسمها س، عشان د س تساوي س، لازم معامل السين يكون بواحد والحد المطلق يكون صفر. صح ولا مش صح؟ هو هنا معامل السين اسمه ايه؟ ألف ناقص 2، لازم يكون بيساوي واحد، لازم يكون بيساوي واحد، والحد المطلق لازم يكون بيساوي صفر. ودي ده بعكس الإشارة، يعني ألف واحد زائد 2 بكام؟ بتلاتة. ودي ده بعكس الإشارة، يعني الب بسالب واحد. هو قال لك أنا عايز ألف وب، أقول له الألف بتلاتة والب بسالب واحد. تاني لازم معامل السين يبقى بواحد، فقلت له يبقى ألف ناقص 2 بواحد، أو ألف ناقص 2 بواحد، ومعامل الحد المطلق، الحد المطلق لازم يكون بصفر، ب زائد واحد بصفر. ودي بعكس الإشارة يعني الألف بتلاتة، واحد زائد 2. ودي بعكس الإشارة يعني الب بكام؟ بسالب واحد. اللي بعده. يلا يا هندسة. حلو السؤال ده. إذا كان د جذر س، د جذر س بيساوي س تربيع، فإن د 3. قلت لك يعني أنت عايز اللي جوه القوس يبقى اسمه كام؟ 3. طب عشان ده يبقى اسمه 3، هو جذر كام يديني 3؟ جذر كام يديني 3؟ جذر 9. يبقى د جذر 9 بيساوي، شلت السين وكتبت 9، يبقى شيل السين واكتب 9 تساوي 9 تربيع. هو جذر 9 ده اللي هو 3، فاقول له د 3. 9 تربيع بكام؟ ب 81. يبقى د 3 بكام؟ 81. اختار 81. مجال الداله دي بيقول لك 2 على س تربيع ناقص 6 س زائد 9. يلا يا هندسه، كسريه، يبقى المجال ح ما عدا اصفار المقام، ح ما عدا اصفار المقام. ازاي بجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات قيمه س، بفتح كام قوس؟ قوسين. س تربيع س وس، عايز عددين حاصل ضربهم 9 ومجموعهم 6. يلا قول معايا، عددين حاصل ضربهم 9 ومجموعهم 6، 3 في 3. وطالما ده موجب الاثنين ياخدوا زي اللي في النص، سالب وسالب. يا اما الاول بيساوي صفر يا اما الثاني بيساوي صفر. ودي بعكس الاشاره يعني السين بثلاثه، ودي بعكس الاشاره يعني السين بثلاثه. اقول له يبقى ح مع عدد كام؟ الثلاثه. تكتب مره واحده بس في قوس المجموعه، ح مع عدد كام؟ ح مع عدد 3. فينها اهي. بص بقى اللي جاي ده سؤال حلو قوي، فكره مهمه جدا. بقول لك الداله دي مجالها ح مع عدد 3. بص يا سيدي، 2 على س تربيع ناقص 6 س زائد كاف، مجالها ح مع عدد 3. طب يا هندسه انت عايز ايه؟ قال انا عايز كاف. بص يا سيدي، مش دي داله كسريه مجالها عباره عن ايه؟ ح مع عدد اصفار المقام. ازاي كنت بجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر، وكنت بتجيب قيمه س. قيمه س اللي انت كنت بتجيبها دي هي اصفار المقام. اذا السين بكام؟ ب3، يبقى عوض عن السين ب3. اقول له 3 تاني. ايه اللي انا بقوله ده؟ انا اتأثرت بيه قوي. صلى على النبي. دي داله كسريه، مش عارف انا محمد رمضان طغى على شخصيتي. دي داله كسريه، فالمجال بتاعها ح مع عدد اصفار المقام. ازاي كنت بجيب اصفار المقام؟ كنت بساوي المقام بصفر واجيب قيمه س. قيمه س طلعت ب3، يعني الس ب3. عوض بقى عن الس ب3 كده، 3 تربيع ناقص 6 في 3 زائد كاف يساوي صفر. تعمل ايه؟ ماشي. 9
انا حاسس ان احنا قاعدين في صاله مش قاعدين في استوديو. بالظبط. يا عم صوتك يا عم، صوتك المفروض ما يطلعش. يا عم كده كده بص. ماشي يا عم محمد، خلينا بقى نركز مع الطلبه في المساله دي. يا ابني ركز، انت عمرك شغال اللي احنا بنعمله ده. ماشي تعالى تاني. ها ما عدا اصفار المقام. ازاي كنت بجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر، ساوي المقام بصفر، وهات قيمه س. هي دي قيمه س بقى. يبقى عوض عن الس بكام؟ ب3. 3 تربيع ناقص 6 في 3 زائد كاف بيساوي 0. 9 ناقص 3 في 6 ب 18 زائد كاف بيساوي 0. 9 ناقص 18 سالب 9 زائد كاف بيساوي 0. ودي بعكس الإشارة يبقى الكاف بيساوي 9. شكرا. كاف بيساوي كام؟ الكاف بيساوي 9. فين الكاف بقى بيساوي 9؟ اهي. اللي بعده أخيرا دالة جذرية. جذر اللي حصل أهو يا كريم يا الله. جذر س ناقص 3. هندسة هرجع تاني للشكل ده واخده سكرين شوت. راح فين؟ ايه ده؟ راح فين يا عم محمد؟ ثانية واحدة يا حبيبي. الشكل بتاع الدرجة الجزائرية راح فين؟ في البنش اهو. فاكر ده؟ خدوا سكرين شوت وخليه معايا. تاني. اهو يا باشا. ده كده مهم جدا. خليه معاك بقى. اهو وسعت اهو. خلي ده معاك، المخطط ده خليه قدامك. تعالى بقى نرجع اهو. تمام يا باشا. السؤال ده بقى بيقول لي ايه بعد ما خدته سكرين شوت؟ جذر س ناقص 3. اسال نفسي سؤال، في البسط ولا في المقام؟ لوحدها يبقى في البسط. ده زوجي ولا فردي؟ زوجي يا هندسه. يبقى طالما زوجي يبقى اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. ودي بعكس الايه؟ الاشاره. س اكبر من او يساوي 3. يبقى السين اكبر من او يساوي 3. بص بقى يا هندسه، صلى على سيدنا النبي. انت بتقول ان السين اكبر من او يساوي 3، مش موجوده على هيئه فترات. طب فين بقى الهندسه ديت؟ بص يا حبيبي، طالما في علامه اكبر من يبقى في موجب ما لا نهايه، ودايما الموجب ما لا نهايه بتتكتب ناحيه الشمال. واكتب الثلاثه هنا. في يساوي يبقى اقفل دي، ودي دايما مفتوحه. يبقى من 3 لموجب ما لا نهايه. او حد بقى يقول لي، حد ذكي، انت مش بتقول من 3 السين اكبر من او تساوي 3؟ يعني من ال3 وانت طالع، يعني من ال3 وانت لحد موجب ما لا نهايه. وطالما في يساوي يبقى مقفوله. تاني انا بقول لك ايه؟ طالما في علامه اكبر من يعني في موجب ما لا نهايه، والموجب ما لا نهايه بتتكتب الثانيه. الرقم الثاني 3. في يساوي يبقى اقفل دي، ودي دايما مفتوحه. يبقى المجال من 3 لموجب ما لا نهايه. فين بقى؟ اهي. تعالى نكمل. طب جذر 3 ناقص س. اقول يا باشا دي زوجي، يبقى اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي 0. ودي الثلاثه بعكس الاشاره، يبقى سالب س اكبر من او يساوي السالب 3. اقسم على الكام. خد بالك بركات ده هي باشا. عند القسمه على رقم سالب غير العلامه. يبقى س اصغر من او يساوي، غيرت العلامه. ليه؟ قسمت على رقم سالب. اصغر من او يساوي سالب 3 على سالب 1 فيها 3. يبقى السين اصغر من او يساوي 3. بقول لك السين اصغر من او يساوي 3. كل اللي اصغر من 3 يعني بالمنطق من سالب ما لا نهايه لحد 3. طب يا هندسه قولها لي بالهبد كده زي ما انت عملت دي. بص طالما في علامه اصغر من يبقى في سالب ما لا نهايه، والسالب ما لا نهايه بتتكتب الاول، الموجب ما لا نهايه اللي بتتكتب الثاني لحد الرقم ده. دي دايما مفتوحه. هنا في يساوي يبقى اقفل دي. يبقى من سالب ما لا نهايه ل3. فين؟ اهي. اللي بعدها بيقول لك 5 على جذر س ناقص 3. هندسه الجذر في البسط ولا في المقام؟ في المقام. يبقى اللي تحت الجذر اكبر من الصفر. ما قلتش يساوي. الجذر في المقام وزوجي، يبقى اللي تحت الجذر اكبر من الصفر، يعني السين اكبر من 3. في علامه اكبر من يبقى في موجب ما لا نهايه. وادي ال3. في يساوي لا مفتوحه، ودي دايما مفتوحه. يبقى من 3 لموجب ما لا نهايه. فين؟ اهي. يبقى ينفع اعوض عن السين باي رقم من ال3 لموجب ما لا نهايه. اللي بعدها جذر س زائد 1. يلا جذر س زائد 1 زوجي. يبقى اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. س اكبر من او يساوي السالب 1.
يبقى طالما في اكبر مني يبقى في موجب ما لا نهايه. ببدا من السالب 1 في يساوي مقفوله دي مفتوحه من سالب 1 لموجب ما لا نهايه اهي. دي هندسه ده فردي، ده فردي مش هبص المجال ح. المجال ايه؟ ح. رتبه الجذر فردي يبقى المجال ح. الرساله دي مش هتخلص ولا عايزين نريح شويه. هندسه فردي 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 المجال ايه؟ ح. مش هبص اللي تحت المجال ايه؟ ح فاختار ب. فوق بقى معايا، فوق معايا عشان الاسئله اللي جايه دي ضرب نار ضرب نار. الاسئله لحد ما اخلص السؤال ده 22 الاسئله دي مهمه جدا جدا جدا. فوق روح اعمل كوبايه شاي وانا رايح شويه عشان نيجي للاسئله دي. نكمل حل بقى مسائل افكار مهمه جدا. لو هنا الجذر زوجي وتحتيه داله تربيعيه. بص لو انت ادبي عدل الفيديو كده 5 دقائق. تعالى بقى علمي. جذر تحتيه داله تربيعيه كنت بعمل ايه هندسه؟ كنت بتقول لي اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. صح ولا لا؟ كنت بحول المتباينه لمعادله. لما تلاقي تحت الجذر الزوجي ده داله تربيعيه، طبعا لو ده فردي يبقى المجال بحق خلصت. طب لما تحت الجذر الزوجي ده داله تربيعيه تقول له اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. كنت بحول المتباينه لمعادله واحل المعادله. افتح قوسين س تربيع س وس. الاربعه 2 و2 واحده سالب والثانيه موجب. هقول له يا اما الاول بصفر يا اما الثاني بصفر. ودي بعكس الاشاره س ب2 ودي بعكس الاشاره س بسالب 2. ماشي يا هندسه. بعد ما كنت بقول له اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر واقول له هنا الصوت شغال؟ تمام. واقول له هنا بقلب المتباينه لمعادله واحلل س ب2 والس بسالب 2. كنت ببحث اشاره الداله. بحث الداله. بص ركز معايا. اقول له عند لما الس بتساوي سالب 2 الداله بصفر. ولما الس بتساوي موجب 2 برضه الداله بصفر. كنت بقول له مثل عكس مثل اشاره السين تربيع. هي اشاره السين تربيع هنا موجبه ولا سالبه؟ موجبه. يبقى موجب سالب موجب. عارف ده معناه ايه؟ ان لما السين تكون اي رقم من سالب ما لا نهايه لحد السالب 2 الداله بتطلع موجبه. طب لما السين تكون ما بين سالب 2 ل 2 دي 2 كده يا شباب الداله تطلع سالبه. لما السين من 2 لموجب ما لا نهايه الداله تطلع موجبه. هندسه انا عايز القيم اللي تخلي لي الداله اكبر من او يساوي الصفر. اقول له بص يا سيدي يعني انت عايز الاجزاء الموجبه والصفر. اقول له خلاص خد ح كلها بس ما عدا الحته دي. ح كلها بس ما عدا الحته السالبه دي. ليه؟ ما هو دي موجب كل ده موجب وكل ده موجب الحته دي بس اللي مش موجب. فاقول له يبقى المجال ح كلها ما عدا. بص يا حبيب قلبي لما بقول ح ما عدا اللي عايزه بفتحه واللي مش عايزه بقفله عكس المنطق. طالما قلت ح ما عدا اللي عايزه بفتحه واللي مش عايزه بقفله. بص بقى يا سيدي صلى على سيدنا النبي. ح ما عدا الحته دي من سالب 2 لحد 2. الحته دي سالب 2 لحد 2. تعالى بقى السالب 2 انت عايزها. قول لي يا هندسه السالب 2 بتخلي الداله بصفر وانا عايز الصفر في يساوي ايه؟ عايزه خليه مفتوح. طب الاثنين انت عايزها؟ يا هندسه انا عايزها عشان بتخلي الداله بصفر وانا هنا في يساوي. طالما في يساوي يبقى عايزها. عايز الصفر وطالما عايز الصفر خلي الاثنين دي مفتوحه. طالما عايزه خليه مفتوح. طالما قلت ح ما عدا اللي عايزه خليه مفتوح واللي مش عايزه اقفله. اللي مش عايزه ايه؟ اقفله. بعد دي نفس الكلام بالظبط. اقول له 4 ناقص س تربيع اكبر من او يساوي الصفر بس فيها تكه. اقول له هندسه حول المتباينه لمعادله ودي بعكس الاشاره. يعني السين بموجب او سالب 2 اهو. يلا نبحث. سالب 2 عندها الداله بصفر. موجب 2 عندها الداله بصفر. مثل عكس. هي اشاره السين تربيع موجبه ولا سالبه؟ سالبه. يبقى سالب موجب. يا هندسه انا عايز الجزء اللي يخلي لي الداله موجبه او صفر. يبقى انت عايز الحته دي بس. عايز الجزء الموجب ده بس. هناك كنت عايز كله ما عدا الحته دي. فقلت له ح ما عدا عشان عايزه كله ما عدا الحته دي. اما هنا انت عايز الحته دي بس. فاقول له يبقى المجال من سالب 2 لموجب 2. يلا بقى السالب 2 انت عايزها؟ عايزها. لما كنت بقول لك ح ما عدا اللي بعدها لو عايزه افتحه مش عايزه اقفله. اما هنا ما قلتش ح ما عدا السالب 2 عايزها. عايزها بتخلي الداله بصفر وانا عايز الصفر اقفلها. والموجب 2 عايزها لان ده بتخلي الداله بصفر انا برضه اقفلها. يبقى المجال من سالب 2 ل 2.
بص كده ركز معايا، تعالى نحل ده، تعالى نحل ده برضه. جذر 9 ناقص س تربيع، او حلو انت بقى نفس اللي فات ده بالظبط، نفس اللي فات ده بالظبط. هيطلع كده من سالب 3 لحد 3 ويطلع ده موجب. فقول المجال من سالب 3 لحد 3، دي هتطلع المجال من سالب 3 لحد 3. هنا يا هندسه انا فاكرها دي. ده اللي من الدرجه الثانيه، ده زوجي، وده اللي من الدرجه الثانيه. فبقول له س تربيع زائد 9 اكبر من او يساوي صفر. س تربيع زائد 9 بيساوي صفر. حولت المتابعين للمعادله، ما بتتحللش. قلت لك طالما ما بتتحللش بتعمل ايه؟ في اولى ثانوي تعمل كده وتقول له مثل شرط السين تربيع كله موجب. يبقى المجال بتاعك يا ريس من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه، يعني المجال ح. المجال ايه؟ ح. هنا بقول لك مجال الداله دي. طب دي نغيرها، تعالى بس عشان تبقى زي دي بالظبط. تعالى نغير دي، خليها 1 على جذر اهي، خليها 1 على جذر 9 ناقص س، زي دي كده 9 ناقص س تربيع. يا هندسه الجذر في المقام، فاقول له اللي تحت الجذر اكبر من الصفر، حول المتباينه لمعادله ودي بعكس الاشاره، يعني الس بموجب او سالب 3. ماشي يا هندسه اهو. ابحث اشاره الداله، سالب 3 موجب 3 صفر صفر، مثل عكس، مثل اشاره السين تربيع. اشاره السين تربيع سالبه، صح ولا مش صح؟ خد الحته دي بس. طب يلا يا هندسه، يبقى المجال بتاعك من سالب 3 لحد موجب 3. السالب 3 بتخلي الداله بصفر. هل انت عايز الصفر ولا انا عايز اكبر من الصفر بس؟ مش عايز الصفر، انا عايز اللي اكبر منه بس، خليها مفتوحه. الثلاثه بتخلي الداله بصفر وانا مش عايز الصفر، خليها مفتوحه. يبقى من سالب 3 لحد 3 اللي هي دي. هنا يا هندسه الجذر ده فردي والجذر في المقام. قلت له طالما فردي والجذر في المقام يبقى المجال ح ما عدا اصفار المقام. ازاي كنت بجيب اصفار المقام؟ بساوي المقام بصفر واجيب قيمه س، افتح قوسين، س تربيع س وس. عايز عددين حصل ضربهم 5 ومجموعهم 6، 1 في 5. وطالما ده موجب الاثنين ياخدوا زي اللي في النص. اقول له يا اما الاول بصفر يا اما الثاني بصفر. ودي بعكس الاشاره الس بسالب 1، ودي بعكس الاشاره الس بسالب 5. يبقى ح ما عدا السالب 1 والسالب 5. فين ح ما عدا السالب 1 والسالب 5؟ اهي ح ما عدا السالب 5 والسالب 1. اللي بعده ده هندسه برضه اقول له تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. خلاص انت بتحرك فيها بقى، احلل اقلبها معادله واحلل تطلع كده. خلاص بقى تريد برنس س وس 2 و3 سالب وسالب، فالسين تطلع ب2 والسين تطلع ب3 اهو. 2 3 مثل عكس. يلا يا هندسه انت عايز الموجب كله، انت عايز دي وعايز دي، يعني عايز ح كلها ما عدا من 2 ل 3. يلا الاثنين انت عايزها يا هندسه، انا عايزها بتخلي لي الداله بصفر وهنا في يساوي. طالما قلت ح ما عدا اللي عايزه بفتحه. طب الثلاثه انت عايزها يا هندسه، عايزها بتخلي لي الداله بصفر وهنا في يساوي، بفتحها برضه. يبقى ح ما عدا من 2 ل 3. اللي بعده شاشه النجت. طيب ماشي ركز. ماشي تعالى دي. يلا يا هندسه هنا بيقول لك مجال الداله دي من سالب 3 لحد ما لا نهايه. طب اقول لك ايه، ما تيجي نجيب مجال الداله دي. قول لي هندسه جذر في المقام، يبقى اللي تحت الجذر اكبر من الصفر بس، فبودي دي بعكس الاشاره، يعني السين اكبر من الف. فالمجال طالما فيه اكبر من يبقى فيه ما لا نهايه، وهنا فيه الف، مفيش يساوي يبقى دي مفتوحه ودي دايما مفتوحه. انت بتقول لي المجال من سالب 3 لحد ما لا نهايه، يعني المفروض يطلع من سالب 3 لحد ما لا نهايه. يبقى الالف بكام؟ الالف بسالب 3. فاذا الالف بسالب 3. بص اذا كان مجال الداله دي هو ح، عارف يعني ايه مجال الداله دي هو ح؟ ركز معايا كده. عارف يعني ايه مجال الداله دي هو ح؟ بص يا حبيبي، لو بصيت للاختيارات وجيت حطيت 5 على هنا كده بقت 1 على جذر س تربيع زائد 5. يعني نسب بالشكل ده فعلا المجال هيطلع بحا. ليه؟ عشان انا اقول له اللي تحت الجذر. بص بقول لك ايه، تعالى ناخدها بالبلدي. تعالى نشيل السين ونحط اي رقم. شيل السين ونحط الصفر كده، صفر تربيع صفر، صفر زائد 5 ب5.
جذر الخمسه برقم. 1 على جذر 5 هيطلع برقم، اذا في ناتج. يبقى لو السين بصفر هيطلع ناتج. طب لو السين برقم موجب، يعني الواحد مثلا او باثنين، 2 تربيع ب4، 4 زائد 5 9، جذر التسعه 3، يبقى ناتج 1 على 3. يبقى لما حطيت السين بصفر نفعت، ولما حطيت السين برقم موجب نفعت. تعالى نحط السين برقم سالب، وليكن سالب 2. سالب 2 تربيع ب4، 4 زائد 5 9، جذر التسعه 3. برضه لما حطيت السين برقم سالب نفعت. طب تعالى نشيل بقى الخمسه دي اللي هي الف، تعالى نحطها جذر 4، جذر 4 اللي ب2. برضه هندسه نفس الكلام، س تربيع زائد رقم، كل ده ينفع. بلاش جذر 4، ايه الاخير ده؟ 9. س تربيع زائد 9. برضه هندسه س تربيع زائد رقم هيطلع نفس الكلام. المجال هيطلع بحق. ينفع اشيل السين واكتب اي رقم موجب واي رقم سالب والصفر. اما بقى لو حطيت مكانها هنا الصفر، مكان الالف ده كده حطيت الصفر، هتبقى عامله كده 1 على جذر س تربيع. مش انت عارف ان دي 1 على جذر س تربيع اللي هي 1 على مقياس س؟ اه يا هندسه. بص يا حبيبي، اللي هي 1 على السين يعني. انا بس حطيت مقياس عشان التربيع بيتم مع الجذر بحط مقياس. يعني مثلا ساعتها المجال مش بحق. ليه؟ لان دي كسريه، حق ما عدا اصفار المقام. ما ينفعش اعوض عن السين بصفر. اقول له يبقى ساعتها المجال مش بحق. فهو لي اذا كان مجال الداله دي حق فان الف لا يمكن ان تساوي، ما ينفعش تساوي. اقول له ما ينفعش تساوي صفر. طالما انت عايز المجال بحق يبقى تختار ده او ده او ده، بس ما ينفعش تختار الصفر. لانك لو اخترت الصفر مش هيخلي لي المجال بحق، ده هيخلي لي المجال حق ما عدا الصفر. فكره مهمه جدا، صعبه شويه بس يعني شغاله. هنا بقى النوعيه دي من المثال عايز اقف عندها شويه. بص يا حبايبي، دي اسمها الداله مجزاه المجال. هنا بيقول لك انا عايز ده ال10، عارف انا عايز ده ال10؟ عايز اعوض عن السين ب10. طب يا هندسه اعوض عن السين ب10 هنا ولا هنا ولا هنا؟ دي كده بص يا حبيب قلبي، اللي بالاحمر دي كده اسمها شروط، مش الداله نفسها، دي اسمها شرط. دي كده اسمها شروط. انا عايز اعرف هل اعوض هنا ولا اعوض هنا ولا اعوض هنا. اسال نفسي انت عايز تعوض عن السين بكام؟ قال لي عايز اعوض عن السين ب10. قلت له يبقى بص فين المكان اللي مسموح لك تعوض فيه عن السين ب10. هل ال10 اصغر من ال3؟ لا. طب هل ال10 ما بين ال3 وال8؟ لا. طب هل ال10 اكبر من ال8؟ اه، يبقى تعوض هنا. طالما ال10 اتحقق الشرط هنا، 10 اكبر من 8 عوض هنا. 3 في 10 تربيع زائد 1. دي 3 في 100 ب 300 زائد 1 ب 301. اختار 301 اللي بعده. طب بص بقى يا هندسه، انا عايز المجال بتاع الداله المجزاه دي. بص يا حبيبي، مجال الداله المجزاه دايما عباره عن، ده اسهل مجال في الدنيا، دي التحدي. ازاي يا هندسه؟ قال لك ترسم. الاولى بيقول لك س اكبر من 2 او س اصغر من 2. فين الاثنين؟ اهي مفتوحه عشان ما فيش يساوي. ادي الاثنين مفتوحه عشان ما فيش يساوي. طب هي س اكبر ولا اصغر؟ اصغر يا هندسه، يبقى يروح ناحيه الشمال. طب اللي تحتها س اكبر من 2، ادي الاثنين مفتوحه عشان ما فيش يساوي. وطالما الس اكبر من 2 يبقى تروح ناحيه اليمين طالما اكبر من، واظلل. اقول له المجال بتاع الداله بقى هو الاتحاد ده كله. اقول له كل اللي متظلل. طب ما هو انا مظلل من سالب ما لا نهايه لحد موجب ما لا نهايه. يعني مظلل ح كلها. بس ما عدا الكام؟ دي مفتوحه ودي مفتوحه. ما عدا الاثنين. ما عدا الكام؟ الاثنين. فاقول له ح ما عدا الاثنين. فين ح ما عدا الاثنين؟ طب واحده كمان، يجي يقول لك كده، يجي يقول لك كده. بص يقول لك مثلا طب لو السين اكبر من 3، هتقابلنا تقريبا موجوده هنا. عايز داله مجزاه تاني. هنحل طبعا كل ده دلوقتي. تاني لا اله الا الله. مفيش داله مجزاه تاني؟ ماشي. لو جاي لك كده مثلا س اكبر من 3، س ما بين الصفر وبين الاثنين او بين الثلاثه مثلا، س اصغر من 3. بص يا هندسه، دي تعملها ازاي؟ ترسم كده. تقول لي ايه الارقام اللي انت بتتكلم عنها؟ الصفر والثلاثه صح؟ ادي الصفر وادي الثلاثه. مش الاولى بتقول لك س اكبر من 3 اهو مفتوحه عشان ما فيش يساوي، وطالما اكبر يبقى تروح ناحيه اليمين. طب اللي بعدها السين من الصفر لحد 3، من الصفر ل3، بس الصفر مفتوحه والثلاثه مقفوله عشان في يساوي عندها. ووصل.
طب اللي بعدها س اصغر من 3. فين الثلاثه؟ اهي هندسه. س اصغر من 3، خليها س اصغر من الصفر. خليها س اصغر من الصفر. اهو ادي الصفر مفتوح برضه عشان مفيش يساوي، طالما اصغر يروح ناحيه الشمال. يبقى المجال من سالب ما لا نهايه لحد موجب ما لا نهايه، يعني ح كلها ما عدا ايه بقى؟ ح كلها ما عدا، بص بقى يا هندسه، الصفر مفتوح فوق وتحت يبقى ما عدا الصفر طبعا. طب الثلاثه مفتوحه فوق بس مقفوله تحت، يبقى الثلاثه معايا، بقول له ح ما عدا الصفر بس. ليه؟ عشان مفتوح فوق وتحت فما يبقاش معايا. اما ده مقفول تحت ومفتوح فوق فيبقى معايا، فاقول له ح ما عدا الصفر. ح ما عدا الايه؟ ح ما عدا الصفر. انا عارف ان انت بتهنج مني وانا كمان برضو الواحد بقى مفرهد من الصبح شغل القاعات، ولكن ممكن تاخد بريك سريع كده وترجع. هنا بيقول لي الشكل الذي يمثل داله في س، مين فيهم يمثل داله؟ قلت له ده بيلمس في نقطتين ليس الداله، اختار خط راسي. ده لمس في نقطه، هتقول لي داله هندسه، لا يا حبيبي اعمل تاني. هنا لمس في نقطتين اهو يبقى ليس الداله، الاثنين مقفولين يبقى ليس الداله، يبقى لمس في نقطتين. ده داله. ليه ده داله؟ كل ما ارسم خط ليه لمس في نقطه واحده بس يبقى ده داله، اما ده لمس يجي في 700 نقطه اهو يبقى ليس الداله. اذا هو ده بس اللي داله. هنا بيقول لي كل دول دوال ما عدا واحده بس. قلت له فعلا، بص ده كده لمس في نقطه واحده بس، جه هنا لمس في نقطتين هنا وهنا، اقول له ده ليس داله، يبقى دي الاجابه الصح. طالما لمس في نقطتين في حته معينه يبقى ليس. طب هنا هندسه ما هو لمس في نقطتين اهو، ايوه اهي، هيبقى قلبي دي مفتوحه، وطالما مفتوحه يبقى مش معايا، يبقى لمس في نقطه واحده بس اللي هي دي، يبقى دي داله ودي داله طبعا، لمس في نقطه واحده بس، وهنا دي داله برضه لمس في نقطه واحده بس، هي دي اللي ليست داله. خش على اللي بعده. ننتقل لجزء جديد بقى، وهو ان انا عايز احدد المجال وحاجه اسمها المدى وحاجه اسمها الاضطراد. يا عم الحاج لما يجي يسالك عن المجال بتمسك لي الرسمه بتاعتك. طبعا المجال ده بجيبه من على محور السينات. بتمسك الرسمه بتاعتك، فين اول الرسمه من على محور السينات؟ اول الرسمه فين من على محور السينات؟ قول لي اول الرسمه على محور السينات اهي عند السالب 3. ونهايه الرسمه عند محور السينات، نهايه الرسمه اخر خط في الرسمه ادي النيل اهو. نهايه الرسمه على محور السينات عند الاربعه. بص بتعمل كده، بدايه الرسمه على محور السينات سالب 3، نهايه الرسمه 4، اقول له يبقى المجال من اول سالب 3 لحد الاربعه مقفوله. ده كده المجال. اول حاجه حللنا المجال، تعالى نحل المدى بلون تاني. بص يا سيدي تعالى اللون ده. المدى قال لك بتمسك بدايه الرسمه من تحت، طبعا المدى بجيبه من على محور الصادات، بتمسك بدايه الرسمه من تحت لحد نهايه الرسمه من فوق. بدايه الرسمه من تحت فين؟ عند الصفر. ونهايه الرسمه من فوق فين؟ عند الاربعه. اقول يبقى المدى من 0 ل 4. تاني المجال اهو، المدى اهو، المجال اهو، المدى اهو. المجال بدايه بقرا من الشمال لليمين، من بدايه الرسمه على الشمال لحد نهايه الرسمه على اليمين، من سالب 3 لحد الاربعه. اما المدى اهو من تحت لفوق، بدايه الرسمه من تحت الصفر على محور الصادات لحد كام؟ لحد الاربعه فوق. ماشي، ده المدى. ايه يا هندسه بقى حوار الاضطراد ده؟ بص يا حبايبي كده فهمنا يعني ايه مجال ومدى. ثبتهم بقى، خدهم سكرين شوت. تعالوا اقول لك يعني ايه اضطراد. بص يا حبايبي، قال لك دايما الاضطراد ده لما باجي اقيسه او لما باجي احسبه او لما باجي اقوله ببدا من على الشمال، من اول الرسمه خالص من على الشمال. اقول له يا هندسه الداله دي كده من على الشمال وهي طالعه، او انت ماشي من الشمال لليمين، مش كده الداله بتزيد بعد كده الداله ثابته، كده الداله بتقل. بص بقى، مش الداله بتزيد من اول ما السين ب3 لحد ما السين ب2، الحته دي كده الخط ده اصل الاضطراد بحسبه من على محور السينات برضو. بص المدى من على محور الصادات، المجال من على محور السينات، المجال بعمل كده، المدى بعمل كده على محور الصادات. اما الاضطراد بقرا من على محور السينات، اقول له الداله بتزيد من اول ما السين بسالب 3 لحد ما السين بسالب 2، يبقى الداله تزايديه من اول سالب 3 لحد السالب 2. دايما يا هندسه الاضطراد فتراته مفتوحه، دايما مفتوحه. طب يا هندسه، طب ما هو الداله ثابته من هنا لحد هنا، من اول ما السين كانت بسالب 2 لحد ما السين ب2، اقول له الداله ثابته من اول ما السين بسالب 2 لحد ما السين ب2، مفتوحه. وبعد كده الداله بتقل
س ب2 لحد ما س ب4، اقول له الداله تناقصيه من اول ما س لحد ما س بكام؟ ب4. مفتوحه مفتوحه. دايما الاضطراد فتراته مفتوحه. يبقى المجال بعمل كده، بقرا من على محور السينات البدايه والنهايه. اما المدى بعمل كده، البدايه والنهايه من على محور الصادات. اما الاضطراد بمشي مع الرسمه من الشمال لليمين، بتزيد ثابته بتقل، تزايديه من -3 لحد -2 بقرا من على محور السينات، من -3 لحد -2 تزايديه، من -2 لحد 2 ثابته، من 2 لحد 4 تناقصيه. هنشوف اللي بعدها. هندسه انا ملاحظ حاجه مبدئيا كده اهو. ايه ده يا عم محمد؟ ماشي شغال. تعالي بقى كده. ماشي. مبدئيا هندسه الداله اللي باللون الاحمر دي داله ثابته. ماشي يا هندسه، انا عايز اعرف المجال، اعمل كده. جيت اعرف البدايه لقيت هنا في سهم. طالما في سهم يعني الداله مكمله لحد السالب ما لا نهايه. وطالما في سهم يعني الداله مكمله لحد الموجب ما لا نهايه. اذا المجال يا هندسه بدايه الرسمه من هنا سالب ما لا نهايه ونهايتها موجب ما لا نهايه، يعني المجال بحر. ايوه بالظبط. طب بالنسبه للمدى يا هندسه، هندسه مش انت بتقول لي بعمل كده في المدى؟ بدايه الرسمه عند الصاد ب2 ونهايتها عند الصاد ب2. خد معلومه بقى، الداله الثابته المدى بتاعها قوس مجموعه وبكتب ارقام. الداله الثابته المدى بتاعها قوس مجموعه وبكتب ارقام اللي هو 2، لان بدايتها 2 ونهايتها 2 يبقى المدى كام؟ 2. بدايتها من على محور الصاد 2 ونهايتها برضه 2 يبقى المدى 2. ودايما المدى بتاع الداله الثابته بكتب قوس مجموعه. طب هندسه بالنسبه للاضطراد عايز اعرف هل هي تزايديه ولا تناقصيه ولا ثابته؟ انا ملاحظ من على الشمال لليمين كده ان هي ثابته. اقول له ثابته من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه، يعني ثابته على مجالها. يعني المجال كله هي ثابته. ثابته على مجالها، يعني من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه. هنا هندسه يلا واحده واحده بعد اذنك. انا ملاحظ ان المجال بدايه الرسمه سالب ما لا نهايه ونهايتها موجب ما لا نهايه. ستوب يا هندسه، انا ملاحظ ان هنا في حنكشه. في حنكشه في الرسمه كده، في حاجه مش طبيعيه. ما معنى الحنكشه يا عم محمد؟ اقول لك انا، في حاجه مش طبيعيه. الرسمه بدايتها سالب ما لا نهايه ونهايتها موجب ما لا نهايه، يعني المجال ح. تعالى ايها الحنكوش، دي مفتوحه ودي مفتوحه. عارف ده معناه ايه؟ ان لما السين ب1 الداله غير معرفه، يعني السالب 1 ده مش معايا. ما هو المجال يا رجاله يعني قيم س. قيم س اللي مسموح لي اعوض بيها في الداله. تعالى تاني تعالى تاني. بدايه الرسمه انا بحدد المجال دلوقتي، بحدد المجال. بدايه الرسمه سالب ما لا نهايه ونهايتها موجب ما لا نهايه، ح. في حنكشه، اقف عند الحنكشه. مفتوحه مفتوحه، يبقى السينات مش معايا. يبقى السين دي مش معايا. ما هو المجال يعني س، اقول يبقى ح ما عدا السالب 1 وح ما عدا الواحد، او دي الاثنين سوري. يبقى ح ما عدا السالب 1 والاثنين. ليه؟ عندهم الداله مفتوحه، يعني السالب 1 عنده الداله غير معرفه والموجب 2 عنده الداله غير معرفه. يبقى المجال ح ما عدا السالب 1 والاثنين. طب بالنسبه للمدى تعالى نقرا المدى. المدى بص يا هندسه، داله ثابته صح؟ يبقى المدى قوس مجموعه وبكتب الرقم ده وخلصت. طب بالنسبه للاضطراد يا هندسه، ثابته يا هندسه، ثابته ثابته. اقول ثابته على مجال يا هندسه؟ لا، طالما في حنكشه في النص تقول لي بص بص يا هندسه، ثابته من سالب ما لا نهايه، سالب ما لا نهايه لحد السالب 1. بقرا الاضطراد من على السينات من سالب ما لا نهايه لحد السالب 1 اهو. طالما في حنكشه ودايما مفتوحين. وثابته من سالب 1 لحد الاثنين، ومن سالب 1 لحد الاثنين. وثابته من لحد الموجب ما لا نهايه. ثابته من 2 لحد موجب ما لا نهايه. كل ده تكتبه اهي زي هنا كده. اللي بعدها يلا يا هندسه المجال. بص يا هندسه صلى على سيدنا النبي. في الكيرف لما يعمل لك نقطه كده معنى كده ان الكيرف وقف في المنحنى، يعني توقف عند النقطه دي. اما لما يعمل كده ما يعملش نقطه يبقى الكيرف مكمل. فتعالى كده يا هندسه بقى نشرح الكام رسمه دول. اولا فين بدايه الرسمه يا هندسه؟ مش الكيرف مكمل؟ مكمل عشان مش حاطط نقطه ظاهره. مكمل 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 مكمل، يعني ملاحظ رايح لحد السين. انا بحدد المجال رايح لحد السين بتساوي سالب ما لا نهايه. ماشي. ومن هنا مكمل 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 مكمل، يعني لحد موجب ما لا نهايه.
إذا المجال يا هندسة ح. أيها المستر يوجد حنكشة. الصفر ده مفتوح فوق وتحت يبقى مش معايا، يبقى ح ما عدا الصفر. ده المجال، الصفر ده في الحنكشة مفتوح فوق وتحت يبقى مش معايا. تعال نحدد المدى عشان ده أهم جدا في الرسمة دي. باشمهندس بداية الرسمة عشان انت بتقول مكملة، يبقى بدايتها عند السالب ما لا نهاية على الصادات ونهايتها عند الموجب ما لا نهاية. هندسة هي الحتة دي متغطية معاك؟ لا. فأقول له يبقى المدى ح ما عدا من أول -1 عشان تبقى شايف، من أول -1 لحد الموجب 1. الحتة دي مش معايا. هندسة -1 مفتوحة ولا مقفولة؟ مفتوحة، يعني مش عايزها، واللي مش عايزه طالما قلت ح ما عدا اللي مش عايزه بقفله. الواحد ده مفتوحة ولا مقفولة؟ مفتوحة، يعني أنا مش عايزها طالما قلت ح ما عدا اللي مش عايزه بقفله. يبقى ح ما عدا من -1 لحد 1. أما بالنسبة للاضطراد بقى، بص معايا كده. أقول هندسة بص، بقرأ من الشمال بتزيد 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 لحد ما وصلت هنا. أقول له تزايدية من سالب، بقرأ من عند السينات من سالب ما لا نهاية لحد الصفر. وبرضه تزايدية بتزيد 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 من صفر لحد موجب ما لا نهاية. أهو زي ما قلت لك كده بالظبط. دي فاضل 3 رسومات 4 رسومات 5 رسومات. قال لا 6 رسومات. ماشي 6 رسومات. يلا صلى على النبي. المجال يا هندسة، قول لي المجال بداية الرسمة عند السين ب-2 ونهايتها يا هندسة عند الموجب ما لا نهاية. يعني من -2 المجال اهو، من -2 لحد موجب ما لا نهاية، ما عدا الحتة دي من 2. بص دي كده عندها السين ب3، ما عدا الحتة من 2 ل3، ما عدا من 2 ل3. واحد يقول لي هندسة هو ايه اللي انت عامله ده؟ بص يا حبيبي، انا ممكن اوصفها لك بطريقة تانية. يعني اوصفها لك بطريقة تانية، اقول له المجال بيساوي بص بقى معايا كده، هقول له من -2 لحد 2، من -2 لحد 2 اتحاد من اول 3 لحد الموجب ما لا نهايه. يا هندسه بس انا ملاحظ ان الحته دي مكمله لفوق قوي كده، يعني ممكن ما يلمسش اصلا عند السين ب3، يبقى خلي دي مفتوحه ودي دايما مفتوحه. صعبه جدا دي شويه، بس اديك واحده واحده كده وشغلها تاني وفهمها واحده واحده. طب هندسه بالنسبه للمدى، تعالى نحدد المدى، تعالى نمسح الشخبطه اللي احنا عاملينها دي، تعالى نحدد المدى. هي بدايه رسمتك عند السين بكام؟ قول لي هندسه بدايه رسمتي عند السين ب0، سوري عند الصاد ب0. طب نهايه رسمتي عند الموجب ما لا نهايه، يبقى من 0 للموجب ما لا نهايه. طب التزايد والتناقص، هندسه دي بتزيد لحد ما توصل عند الصفر، فتزايديه من -2 لحد 0 اهو. طب من اول السين ب0 لحد من اول ما السين ب0 لحد السين ب2 تناقصيه اهي. طب هندسه بعد كده لاحظت انها بتقل تناقصيه من اول ما السين ب3 لحد السين بموجب ما لا نهايه اهي. اللي بعده تعالى، المجال رسمتك بتمتد من هنا في سهم يعني سالب ما لا نهايه، وبتمتد لهنا الموجب ما لا نهايه، يعني المجال ح. هندسه في حنكشه. بص يا حبيبي، هو لما السين ب0 الداله هنا فوق مفتوحه بس تحت مقفوله، يعني الصفر معايا، يبقى اقول له ح ما عدا الصفر، لا انا عايز الصفر، يبقى ح كلها، لان الحاء معرفه تحت مش معرفه فوق بس معرفه تحت. اما المدى قلت لك طالما داله ثابته بعمل المدى على هيئه قوس مجموعه، واكتب الرقم ده واكتب الرقم ده -2 و3. اما الاضطراد، اقول له الاضطراد اهو الداله ثابته من سالب ما لا نهايه، اوعى حد يقول لي لحد ال3، من سالب ما لا نهايه لحد الصفر، وثابته من الصفر لحد موجب ما لا نهايه. بص معايا هنا المجال، يلا عشان الواحد ده بينام. يلا يا باشا، مؤاخذة يا محمد، مؤاخذة يا باشا، بصراحة تمام. طب هو معايا كده، هو معايا عشان ما انامش منك. طب مفيش اي حد عمل لي حاجه للشغل؟
بس ماشي يا باشا، صل على النبي. هنا عايز احدد المجال. المجال بحدده مع المحور السينات، البدايه والنهايه. حضرتك لقيت ان البدايه عند السين بصفر، بس النهايه سهم مكمل يعني لحد موجب ما لا نهايه، يبقى من صفر لموجب ما لا نهايه. اما المدى بدايه بعمل كده، بدايه الداله صفر ونهايتها 4. بدايتها صفر ونهايتها كام؟ 4، يبقى من صفر ل 4. ملاحظ حاجه؟ ان هي بتزيد بتزيد، يبقى بتزيد من اول ما السين بصفر لحد ما السين ب2. تزايديه من صفر ل 2، وثابته من 2 ل 4. 2 ل 4 يا هندسه مكمله، ثابته من 2 لحد موجب ما لا نهايه. بعد دي المجال يا هندسه، بدايه الرسمه فين؟ اهي. ونهايتها فين؟ اهي. بدايتها عند السين ب-2 ونهايتها عند السين ب3. هندسه ممكن حنكشه. ايه هي الحنكشه؟ اقول لك انا. بص بدايتها هنا ونهايتها هنا. بس هندسه عند -2 الداله مفتوحه، اقول له يا باشا بدايتها -2 ونهايتها 3، خلي ال-2 مفتوحه وال3 مقفوله. اهي المجال اهو. طب المدى هندسه، المدى من هنا بدايه الرسمه اهي ونهايتها هنا. هندسه ده الداله برضو عند -2 بادئه من -2 لحد ال3، -2 لحد 3 برضو على الصادات. بس -2 هندسه عندها الداله مفتوحه اهي، اما ال3 مقفوله اهي. اما الاضطراد تزايديه من اول -2 لحد موجب 3. ودايما في التزايد والتناقص الداله مفتوحه، او سوري الفتره مفتوحه. كفايه دي اخر واحده نختم بيها. هنا بدايه الرسمه -3 ونهايتها 2، يعني المجال من -3 لحد 2. اتحاد من 3 لموجب ما لا نهايه عشان نكمل اهي. اما المدى، بص يا سيدي، المدى بدايه الرسمه اهي ونهايه الرسمه. بص يا هندسه، المدى يا هندسه من -2 لحد 3. الحته دي ادي المدى من -2 لحد 3. ايه ده بقى؟ ايه اتحاد 4 دي بقى؟ لا سوري، ده عندنا غلط، معلش. هندسه المدى بدايه رسمتك اهي -2 ونهايتها 3، دي غلط معلش. يبقى المدى بتاعك من -2 لحد 3. مقفوله. انا ملاحظ ببدا من على الشمال لما اجي احدد التزايد والتناقص، ببدا من على الشمال. اقول له يا باشا بص تناقصيه 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 تناقصيه. يبقى تناقصيه من اول ما السين ب3 لحد ما السين ب0، وتزايديه من اول ما السين ب0 لحد ما السين ب2، وثابته من اول 3 لحد موجب ما لا نهايه. وخلي كل الفترات مفتوحه، كل الفترات مفتوحه، مش هين عليا سيبها لك. بص يا سيدي، المجال بدايه الرسمه مكمله يا هندسه يعني سالب ما لا نهايه، ونهايتها مكمله يا هندسه عشان مش حاطط لي نقطه كده. وطالما مكمله يا هندسه يبقى لحد موجب ما لا نهايه. يبقى المجال في حنكشه، الصفر مفتوح فوق وتحت، يبقى ما عدا الصفر، لان المجال بجيبه على محور السينات. اما المدى، يلا يا هندسه بدايه الرسمه دي مكمله لتحت خالص يعني سالب ما لا نهايه، ونهايه الرسمه موجب ما لا نهايه، يعني برضو المدى ما عدا ايه بقى؟ بص، ما عدا الحته دي يا هندسه. لا طبعا الحته دي معاك اهي، الداله مغطياها اهو، الداله دي مغطياها والداله دي مغطياها. يبقى المدى واسكت. يلا تزايد والتناقص، التزايد والتناقص تزايديه من سالب ما لا نهايه لحد الصفر، وبعد كده تزايديه من صفر لحد موجب ما لا نهايه. عين مجال دول، تعالى نعين مجال دول وبعد كده نختم ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده اللي مجزاه يا ريس. برسم، والله عملناها من شويه، برسم اقول له السين اصغر من 2. استنى ما تقفلش الفيديو، اوعى حد يقفل الفيديو. مش معنى ان احنا حليناهم من شويه حد يقفل الفيديو. ركز معايا هنا بالله عليك، ركز الامتحان، ركز. والسين اكبر من 2 يبقى المجال ما عدا الاثنين، اللي هي ممكن اكتبها كده برضه، من سالب ما لا نهايه لحد 2 ومن 2 لحد موجب ما لا نهايه. فدي هي دي. اما دي بقى اهو، اول واحده من -2 لحد 0، بس -2 مقفوله عشان في يساوي لحد 0. تاني واحده من 0 ل1، ادي الصفر مقفوله لحد ال1. وتالت واحده السين اكبر من 1. يبقى المجال عباره عن ايه؟
اقول له يبقى المجال من -2 لحد موجب ما لا نهايه. اقول له من -2 لحد 0 اتحاد، من 0 ل1 اتحاد، من 1 لحد موجب ما لا نهايه. لا انا اقول له بقى من -2 لحد موجب ما لا نهايه. دي مقفوله ايه؟ ما عدا في حنكشه هندسه، في حنكشه. دي مقفوله تحت، مقفوله في حته لا سيب الباب، سيب الباب، سيب الباب. مقفوله في حته طب دي مقفوله في حته يبقى دي معايا ودي معايا. فاقول له يبقى المجال من -2 لحد موجب ما لا نهايه. يا الله، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انتهينا من الفيديو. ثانيه واحده يا عم، نقول لهم الخطيب انت عايز تقفل ليه؟ انتهينا من الفيديو على خير الحمد لله. مراجعه الجبر، الدرس الاول جبر. ركز، بيبقى مغرق الامتحان اللي فيه اسئله كتير جدا في الامتحان، فركز فيه وفي تفاصيله. وان شاء الله يكون في وقت انزل لكم ان شاء الله التفاضل وحساب المثلثات. دعواتكم يا شباب، بدعي لكم من كل قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.